السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم كده في قناة ست البيت الشطورة. دي قناة عاملاها كده الميزانيات. هعمل معاكم ميزانيات حلوة جدا الفترة الجاية. هنبدأ كده بميزانية أسبوعية. عايزة أقول لكم كمان إن أي حد عايز أي ميزانية بأي فلوس يكتب لي كده تحت في الكومنتات، وأنا إن شاء الله بإذن الله أحاول أفيدكم على قد ما أقدر. بس قبل ما نبدأ كده نبدأ بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ميزانية النهاردة هتكون ب1000 جنيه في الأسبوع. أول حاجة كده هنبدأ بيها إن احنا هنشيل جزء ولو بسيط. حاجة زي دي أنا مقدرش أحددها ليكم. بتسيبيها كده في جنب، بتطلعيها كده بنية إن ربنا يباركلك في الفلوس اللي معاكي. ده بند مهم جدا ومن أساسيات الميزانية. فأول حاجة كده هنبدأ بيها وهي اللحوم. إن شاء الله كده كل أسبوع هغير معاكم طريقة تقسيمة اللحوم. أول حاجة كده بشتري فرخة بتكون 2 كيلو. الكيلو بيكون عامل من 70 ل75. احنا هنقول افتراضا إن ال2 كيلو عاملة 150 جنيه، يبقى كده عندي الفراخ 150 جنيه زائد نص مفروم. أنا هنا حسبت النص مفروم ب130 جنيه، زائد نص طبق بيض ب60 جنيه، زائد كمان 50 جنيه حليب. يبقى كده الإجمالي كام؟ 390 جنيه. بس أنا هنا كده مزودة سعر الفراخ. يعني الفراخ ب70، أنا كده مزودة 10 جنيه، مزودة كمان 10 جنيه على المفروم. معرفش بصراحة طبق البيض عامل كام، ولكن أنا كده قلت إن هو ممكن يكون ب60 جنيه. بعد كده ب50 جنيه حليب. ال3 كيلو حليب ب50 جنيه، اللي هو الحليب البقري. تقدري كمان إن انتي تجيبي كيلو ونص حليب جمسي زي ما تحبي. هنا الإجمالي بيكون كام؟ 390، يعني في حوالي كده زيادة 20 جنيه. هنسيبها معانا لبعد كده. بعد كده بقى اللي هو بند ايه؟ الخضار والفاكهة. هنا الخضار والفاكهة احنا نعمل لهم بند 400 جنيه. 400 جنيه بقى بتنقسم إلى الطماطم والبطاطس والخيار والفلفل والخضار، الحاجات دي كلها. أنا كده وزعتها ازاي؟ أول حاجة جبت كده طماطم ب50 جنيه، بطاطس ب50، خيار ب20، فلفل ب20، ليمون ب15، بتنجان ب10، خضرة ب10 جنيه، كيلو بامية ب40. هنا بقى تقدري ان انت تستبدلي البامية بأي خضار تاني زي ما تحبي، ولكن انا فضلتها لانها خضار حلو جدا، بتعمليه بيبقى جميل جدا في الاكل وطعمها حلو جدا. بعد كده لما حسبت كده الخضار اللي انا جبته كان حوالي كده 215. عايزة اقول لكم كمان ان انا جبت ب10 جنيه خضرة. كده باقي من ال400 جنيه 185 جنيه. بعدين بقى بنجيب الفاكهة. هنا الفاكهة أنا كده جبت عنب وبطيخ. جبت عنب يا جماعة ب70 جنيه وبطيخة ب50. العنب عندنا سعره بيتراوح من 40 ل50 جنيه. يعني لما تجيبي كيلو ونص هيبقى حلو جدا معاكي. برضو بطيخة وليكن ب50 جنيه، كده هيبقى 120 جنيه. تقدري كمان ان انت تستبدلي الفاكهة، تجيبي اي نوع اولادك بيحبوه. انا مش بقولكم ان انتم تجيبوا انواع معينة. كده حساب الفاكهة 120 جنيه. باقي من 185 حوالي 65 جنيه. ال65 جنيه بقى تقدري ان انت تجيبي اي نوع فاكهة زيادة غير الكمية اللي انا قلتها. ممكن تسيبيه ان انت تزودي عليه حاجة وتجيبي حاجة تانية ناقصة عندك في البيت. هنشوف بعد كده. بعد كده بند البقالة، وكده اتبقى معايا 210 للبقالة. جبت كده 3 كيلو رز سعرهم 85 جنيه. لكن انتي لو موجود عندك رز في البيت فده هيوفر معاكي جدا. عايزة اقول لكم ان انتي لو عندك كده رز في البيت فتقدري كده ان انتي تاخدي سعر الرز وتحطيه تعمليه حصالة كده، هيوفر معاكي في حاجات تانية كتيرة جدا. لكن لو مش عندك بتجيبي كده 3 كيلو رز، هيبقوا معاكي حلوين جدا وان شاء الله يكفوا معاكي باقي الاسبوع. بعد كده بجيب 2 كيلو مكرونة ب45 جنيه، الكيلو ب22 جنيه. المكرونة السايبة بتوفر معايا كتير. الكيلو ب22 زي ما قلتلكم. لو انا هجيبها كده من السوبر ماركت في الاكياس الكيلو بيكون عامل 30 جنيه. فبالظبط كده توفير معاكي 8 جنيه في الكيلو، يعني ال2 كيلو فيهم توفير 16 جنيه. اهم حاجة ان انت تجيبي نوع المكرونة يكون كويس. ازاي؟
المكرونة بتعرفيها إن هي لما تبقى معاكي صفرة كده ومش متكسرة كده ومش موجود فيها البودرة اللي هي البيضة دي، فهنا كده المكرونة حلوة جدا. بعد كده جبت فول وعدس، جبت نص فول وعدس حوالي 40 جنيه. كده بقى باقي معايا من 210 40 جنيه. 40 جنيه، أنا كده محسبتش زيت ولا عيش ولا الكلام ده كله. لو عندك تموين هيوفر عليكي جدا. ما عندكيش فهقولك على حاجة، باقي كده 40 جنيه من بند البقالة. معاكي كمان 60 جنيه من الفاكهة، 20 جنيه من اللحوم، يبقى كده 80، 120 جنيه. ال120 جنيه دول ممكن تجيبي بيهم تحطي عليهم وليكن 30 جنيه، وتجيبي ازازتين زيت 2 لتر هيكفوا معاكي الأسبوع، وهيتبقى معاكي بإذن الله الأسبوع اللي بعده. أو إن انت تجيبي بقى سمك، تجيبي كيلو ونص بولت كده ب100، أو زي ما تحبي. هنا بقى بيكون اختياري. بالنسبة بقى للأكلات الأسبوعية من الميزانية دي، احنا كده عملنا الميزانية شاملة فطار وغدا وعشاء. في الغدا هنقسم كده وليكن هنجيبها بالترتيب. أول يوم هنعمل فراخ جنبها رز مكرونة زي ما تحبي. تاني يوم بقى هنعمل كشري، بطاطس وبيض وسلطة. تالت يوم هنعمل البامية جنبها رز بتبقى حلوة جدا، أو عيش زي ما تحبي. والسلطة وبطاطس بتبقى حلوة جدا معاكي. بعد كده تالت يوم بتعملي صينية بطاطس كده في الفرن، مش لازم تدخلي فيها لحوم، لو عملتيها كده بتبقى حلوة جدا. رابع يوم بقى هنعمل مكرونة بشاميل. عندنا طبعا الحليب وعندنا المفروم، كده كل حاجة جاهزة، تقدري بقى ان انت تعمليها، هتبقى سهلة جدا وتوفر معاكي. اليوم اللي بعد كده هنعمل سمك، يبقى اول يوم كده هنعمل فراخ، تاني يوم كشري، تالت يوم صينية بطاطس، رابع يوم بامية، خامس يوم سمك. اليوم السادس تقدري بقى ان انت تعملي فيه اي حاجة. قلنا مكرونة بشاميل عملناها هنعملها ساتت يوم. اليوم السابع بقى ممكن عندك بواقي تلاجة، عايزة تعملي صينية مسقعة زي ما تحبي، انا سايباه اختياري ليكي. عايزة اقول لكم كده ان احنا عملنا الميزانية شاملة فطار وغدا وعشاء. في الفطار بقى عندنا خيار وعندنا بتنجان وعندنا فول وعندنا بيض. والعشاء برضو هو بند الفطار زي بند العشاء. وبكده ممكن يتبقى معاكي اكل من بتاع الغدا، تقدري كده ان انتي تلمي بقى كل بواقي التلاجة كده وتمشي بيها يوم تاني. هتبقى حلوة جدا التقسيمة معاكي، هتعملي كل حاجة انت محتاجاها. عايزة اقولك ان انت في حاجات ممكن توفريها وفي حاجات لا. ممكن يتبقى معاكي حاجات من دي تمشي معاكي الاسبوع الجاي، وممكن لا. كل ست بيت شاطرة، انا عارفة طبعا ان كلكم شاطرين، عارفة هتمشي بيتها ازاي. في حاجات ممكن تتبقى معاكي زي مكرونة حليب، الحاجات دي كلها بتفرق معاكي جدا، اللي بعد كده بتوفر معاكي في الميزانية. كمان لو اتبقى معاكي من الفلوس اللي انت واخداها كل اسبوع او في الشهر، لو 100 جنيه 200 جنيه، خليها كده معاكي. هاتي اي نوع خضار او فاكهة موجود في السوق، خزنيه في الفريزر، بيفرق جدا معاكي في يوم كده ما انتيش قادرة ان انت تنزلي مش معاكي فلوس، فبتخرجي كده من الفريزر وبتعملي اكل. الموضوع بيكون سهل جدا عليكي. على قد ما قدرت يا جماعة ان انا افيدكم، انا عارفة ان كلكم شاطرين، بس اتمنى اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم.